حصل بينا تجاوزات لحد ما جه في يوم من الايام وقال لي انتي ما تنفعيش زوجتي ولا حتى تنفعي ام ولادي، لان للاسف انت سبت نفسك ليا واديتيني كل حاجه، فانا ما ينفعش ان انا اخد واحده زيك تكون ام ولادي. البنت اتصدمت جدا من رده ده وكانت عايزه تموت نفسها. ازيكم؟ انا مخطوبه لشاب. الشاب ده كان هو كل حياتي وكنت بحبه لدرجه انه كنت ببديه عن اي حد من اهلي، كنت بعمله اللي هو عايزه وما كنتش بعارضه في اي حاجه. كان دايما محسسني ويقول لي ان انتي بعاملك زي مراتي بالظبط، انتي مراتي بيني وبين ربنا. حسسني لدرجه ان هو بيخاف عليا وبيحتويني في كل حاجه. اديت له كل حاجه وللاسف ما كانش ينفع ان انا اديهوله، ما كانش ينفع لان انا عملت معاه تجاوزات للاسف ما يصحش ان انا اعملها. انا عارفه ان انا غلطان ومش من حقه انه ياخد مني حاجه زي دي، وفي نفس الوقت مش من حقي ان انا اعمل كمان حاجه زي دي. حصل بينا تجاوزات لحد ما جه في يوم من الايام وقال لي انتي ما تنفعيش زوجتي ولا حتى تنفعي ام ولادي، لان للاسف انت سبت نفسك ليا واديتيني كل حاجه، فانا ما ينفعش ان انا اخد واحده زيك تكون ام ولادي. البنت اتصدمت جدا من رده ده وكانت عايزه تموت نفسها. وللاسف كمان اللي زعلني لما قريت الرساله، البنت ما قالتش ان هي زعلانه من اللي حصل منها اكتر من ان هي زعلانه ان هي بتحبه وبتخاف عليه، مش عايزاه يسيبها. صراحة حاجة تحزن لما تكون بنت بتبعت رسالة زي دي وبتقول هي هممها اكتر ان هو ما يسيبهاش، وبالرغم من كده هو كان محسسها ان هي مراته. وللأسف الشباب بيلعبوا بدماغ البنات في حاجة زي دي وكله بيصدق. هي دلوقتي بتقول لو سمحت انا بحبه جدا وكنت محتاجة ان انا اعرف رأي حضرتك ورأي الناس اللي عندك في موضوع زي ده، لان انا فعلا بحبه وعايزاه يكمل معاه، وفي نفس الوقت انا فعلا معترفة ان انا غلطت في التجاوزات دي، فكنت محتاج اعرف رايك وراي الناس اللي عندك في الموضوع. يا ريت حد يقول لي ويساعدني. طيب حضرتك لو بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تشير الفيديو وتقول رايك في الكومنتات. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اما بالنسبه لرايي هو الافضل، يعني لا حول ولا قوه على اللي انت فيه الاول، ولكن الافضل ليكي والاحسن يا بنت الناس ان انت تسيبيه وما تجريش وراه، عشان خاطر لو بقى جوزك في يوم من الايام هيفضل يعايرك وهتفضلي طول عمرك للاسف قليله في نظره. فالاحسن ليكي ان انت تسيبيه، لان هو باعك في الاول فاستحاله ان هيبقى عليكي بعد كده. ده رقم واحد. ورقم اتنين بقى واللي دايما بحذر فيه في كل فيديوهاتي، مفيش واحدة تسيب نفسها ايا يكن ده كان مين الا لما يكون جوزها رسمي وفي بيتها بقولها بكررها 3 مرات، لما تكوني في بيتك. مفيش حاجة اسمها انت مراتي قدام ربنا،